الفوائد الصحية السحرية لبذور البطيخ. عندما تفكر في البطيخ، فإنك تتخيل فاكهة حمراء إسفنجية وعصيرية، لكن بذورها ربما لا تتبادر إلى ذهنك. عادة ما يقوم الناس بإزالة هذه البذور السوداء من الفاكهة واستهلاكها. ولكن هل تعلم أن هذه البذور السوداء لها بعض الخصائص الغذائية السحرية؟ البذور الصغيرة مغذية وصحية للغاية. عندما تفكر في البطيخ، فإنك تتخيل فاكهة حمراء إسفنجية وعصيرية، لكن بذورها ربما لا تتبادر إلى ذهنك. عادة ما يقوم الناس بإزالة هذه البذور السوداء من الفاكهة واستهلاكها. ولكن هل تعلم أن هذه البذور السوداء لها بعض الخصائص الغذائية السحرية؟ البذور الصغيرة مغذية وصحية للغاية. البطيخ هو فاكهة مرطبة مذهلة لأنه يحتوي على 92% من الماء وغني بالمعادن والفيتامينات. بذورها غنية جدا بالعناصر الغذائية المختلفة. تحتوي هذه البذور على عدد منخفض من السعرات الحرارية وغنية بالمغذيات الدقيقة مثل الزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم وما إلى ذلك. تعمل بذور البطيخ على تعزيز المناعة وصحة القلب وتساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، وبالتالي تحتل مكانا بارزا في مخطط أغذية مرضى السكري. القيمة الغذائية لبذور البطيخ. البطيخ هو فاكهة مرطبة مذهلة حيث يحتوي على 92% من الماء وغني بالمعادن والفيتامينات. بذورها غنية جدا بالعناصر الغذائية المختلفة. تحتوي هذه البذور على عدد منخفض من السعرات الحرارية وغنية بالمغذيات الدقيقة مثل الزنك والمغنيسيوم وما إلى ذلك. تعمل بذور البطيخ على تعزيز المناعة وصحة القلب وتساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، وبالتالي تحتل مكانا بارزا في مخطط أغذية مرضى السكري. القيمة الغذائية لبذور البطيخ. لدي بعض الأخبار المثيرة حول بذور البطيخ. وتبين أن المستخلص الميثانولي من هذه البذور لديه بعض القوى المثيرة للإعجاب. قد يكون له إمكانات كبيرة ضد القرحة. نعم، تظهر الدراسات التي أجريت على الفئران أن هذا المستخلص قد يكون العلاج الذي كنا نبحث عنه لعلاج القرحة. 1. منخفض السعرات الحرارية. بذور البطيخ منخفضة في السعرات الحرارية، وتحتوي حفنة من البذور تزن حوالي 4 جرام على 23 سعرة حرارية فقط. 2. المغنيسيوم. المغنيسيوم هو عنصر غذائي أساسي للنشاط الأيضي، وبالتالي كونها غنية بالمغنيسيوم، فإن بذور البطيخ تعزز عملية التمثيل الغذائي الصحي في الجسم. وفقا للمعهد الوطني للصحة NIH، يحتاج جسمنا يوميا إلى 420 جراما من المغنيسيوم. 3. الزنك. بذور البطيخ هي مصدر جيد للزنك، فهو يساعد على تعزيز مناعتنا، ويساعد في الهضم ونمو الخلايا، ويحافظ على صحة الجهاز العصبي. 4. الحديد. بذور البطيخ هي مصدر ممتاز للحديد. وفقا للمعهد الوطني للصحة NIH، فإن الاحتياجات اليومية من الحديد هي 18 ملغراما يوميا. 5. الدهون الجيدة. تحتوي الدهون الجيدة على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة والتي تعتبر دهونا جيدة، وهو مفيد للوقاية من النوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما أنه يخفض نسبة الكوليسترول. توفر 4 جرامات من بذور البطيخ 0.3 جرام من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة و1.1 جرام من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة. كيف تأكل بذور البطيخ؟ يمكنك تناول بذور البطيخ نيئة ومنبتة ومحمصة. بأي شكل من الأشكال، هذه البذور لذيذة وصحية للغاية. عادة يتم منح بذور البطيخ التغذية بمجرد أن تنبت. الفوائد الصحية لبذور البطيخ. حيث أن بذور البطيخ مليئة بالعناصر الغذائية مثل البروتينات والأحماض الدهنية الأساسية والمغنيسيوم والزنك، فهو يساعد على توفير فوائد مذهلة لجسمنا. بعض الفوائد الهامة موصوفة هنا. 1. يحسن صحة الجلد.
تساعد بذور البطيخ المنبتة على تنظيف بشرتك لأنها مليئة بفيتامين سي ومضادات الأكسدة وما إلى ذلك. ويستخدم زيتها على نطاق واسع في منتجات التجميل المختلفة لعلاج حب الشباب وعلامات الشيخوخة المبكرة. بذور البطيخ مليئة بالمغنيسيوم الذي يساعد على تحسين المظهر العام للبشرة. يتم استخدامه في حالات مثل الأكزيما وغيرها من الأمراض الجلدية حيث يكون الجلد جافا ومثيرا للحكة. تعمل بذور البطيخ كمرطب للبشرة الباهتة والجافة. يمكن للزنك الموجود في البذور أن يبطئ عملية الشيخوخة بسبب قدرته على تخليق البروتين وانقسام الخلايا وإصلاحها. 2. يساعد في تقوية الشعر. الجميع يحب رأس شعر صحي، فلماذا لا تستخدم بذور البطيخ لتحقيق ذلك؟ بذور البطيخ مليئة بالبروتينات والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس المعروفة بتحسين جودة شعرك. تساعد هذه البذور في تقوية شعرك وتعزيز نموه. المنغنيز الموجود في البذور يساعد على منع تساقط الشعر وتلفه. 3. يحسن صحة القلب. بذور البطيخ يمكن أن تعزز صحة قلبك بعدة طرق. كونه مصدرا جيدا للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة الغير المشبعة. وتشير الدراسات إلى أن هذه الدهون الجيدة مفيدة في الحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية. تحتوي هذه البذور على كمية عالية من المغنيسيوم الذي يحافظ على صحة القلب وينظم ضغط الدم الطبيعي. تعمل بذور البطيخ كمضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة وموسع للأوعية الدموية، توسيع الأوعية الدموية، وهذا سبب محتمل لفائدتها في صحة القلب. كما أن الحديد الذي يوفره ضروري أيضا لحمل الدم المؤكسج في الجسم كله. كما أن بذور البطيخ غنية بالزنك الذي يلعب دورا رئيسيا في صحة القلب. ينظم حركات الكالسيوم في قلبك. 4. يخفض مستويات السكر في الدم. إذا كنت تعاني من تقلبات في مستوى السكر في الدم، فحاول إدراج هذه البذور السحرية في نظامك الغذائي. يساعد المغنيسيوم على تنظيم عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات التي تؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم. تساعد هذه البذور في علاج مرض السكري من النوع الثاني. 5. تقوية جهاز المناعة. بذور البطيخ مليئة بالحديد والمعادن التي تعزز وظائف المناعة. تحتوي هذه البذور أيضا على فيتامين بالمركب الذي يساعد أيضا في هذا الصدد. 6. الوقاية من هشاشة العظام. حاول تضمين بذور البطيخ إذا كنت تعاني من ضعف العظام وحالات مثل هشاشة العظام. تناول بذور البطيخ بانتظام يمكن أن يمنع اضطرابات العظام لأنها غنية بالمغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم. 7. يدعم الجهاز العصبي. تعتبر بذور البطيخ مصدرا غنيا بفيتامين بالذي يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والجهاز العصبي. كما أنه مفيد في اضطرابات المزاج والخرف. 8. يحسن خصوبة الرجال. يحتوي البطيخ على كمية عالية من الزنك المهم للجهاز التناسلي الذكري. يمكن أن يساعد الزنك في تحسين نوعية الحيوانات المنوية التي تعتبر المشكلة الرئيسية في العقم عند الرجال. 9. يعزز مستويات الطاقة. مستويات البطيخ غنية بالمغذيات الدقيقة التي تساعد على تعزيز الطاقة والحفاظ عليها لفترة أطول. على الرغم من أن الكثير من الناس لا يدركون أهمية بذور البطيخ السحرية، إلا أنها لذيذة للغاية ومغذية للغاية. يمكنك تناولها كوجبة خفيفة كلما شعرت بالجوع، فهي ستمدك بالطاقة لفترة أطول. 10. يعزز عملية التمثيل الغذائي. من المعروف أن بذور البطيخ غنية بالمواد المغذية مثل حمض الفوليك والحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم والأحماض الأمينية وفيتامين بالمركب. هذه العناصر الغذائية مفيدة للغاية في تنظيم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي الطبيعي للجسم. 11. يساعد على التقليل من آثار الربو. بما أن بذور البطيخ تحتوي على جرعة سخية من فيتامين سي، فهي مفيدة في علاج أعراض الربو. فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة الغذائية القوية التي يمكن أن تساعد في تقليل آثار الربو.
على الرغم من وجود دراسات موحية حول آثار بذور البطيخ على الربو، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث. ومع ذلك، فإن بذور البطيخ آمنة للاستهلاك ويجب أن تكون بالتأكيد خياراً للأشخاص الذين يعانون من الربو. 12. يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. يحتوي البطيخ وبذوره على مركب كيميائي عضوي يعرف باسم الليكوبين. تمت دراسة الليكوبين ليكون له خصائص قوية مضادة للسرطان. كشفت دراسة أجريت عام 2015 أن الليكوبين يمكن استخدامه لمنع ظهور أو تطور سرطان البروستاتا إلى حد ما. كيفية استهلاك بذور البطيخ؟ من الأفضل استهلاك بذور البطيخ محمصة. يمكنك بسهولة تحميص بذور البطيخ ورش القليل من الملح عليها لإعداد وجبة خفيفة لذيذة. يمكن أن تكون هذه طريقة لذيذة وصحية لاستهلاك بذور البطيخ أثناء التنقل. وبصرف النظر عن هذا، هناك المزيد من الوصفات الباهظة التي يمكنك تجربتها في المنزل باستخدام بذور البطيخ.